السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناة علي حسن في الجزء الخاص بتعليم الفوتوشوب وفي المطبعة. النهاردة إن شاء الله معانا درس سهل كده، وهو تحويل الصور لبيت ماب، أو تحويل الصور الصورة تبقى لون واحد ينفع نطبعها على أي تيشيرت. طيب زي ما احنا عارفين طبعا احنا هنعمل مقاس الشابلونة بتاعتنا. هي هنعمل فايل نيو، وبعد كده هقول له أنا عايز أعملها بسنتيمتر مثلا. هعمل الصورة بتاعتي مثلا 30 في 30. خدوا بالكم دي الشابلونة كلها، وهخلي الريزوليوشن بتاعي 300. مهم جدا جدا ان الريزوليوشن يبقى عالي عشان الصورة تطلع كويسة. وبعد كده هقول له اوكي. طيب يا شباب، دلوقتي خلينا نجرب مع صورة من الصور. هتجيب الصورة بتاعتك، نعمل فايل بليس. طيب الصورة دي يا شباب اهيت، انا عايزها دلوقتي تبقى كلها على بعضها كده لون واحد. طب هنعمل ايه؟ الصورة دي هتبقى سهلة جدا جدا، ومثلا عايز تعملها على تيشيرت بنت بلون واحد ولا حاجة. هي كلها على بعضها 3-4 ألوان، وينفع إن احنا نفصلهم. واتعلمنا في درس قبل كده سابق ازاي نفصل الألوان دي على الكورال درو. بس دلوقتي أنا عندي لون واحد بس وعايز أعملها لون واحد. طب هعمل إيه؟ طيب أول حاجة خالص أنا بقى الصورة عندي اهي. بعد كده هبتدي أعمل الصورة دي نفسها جراي سكيل. هنضغط على قائمة ايمج، وبعد كده مود، وبعد كده ندخل على جراي سكيل. هنا بيقول لي فلاتن ولا دون فلاتن، راسترايز ولا دون راسترايز. اعملها راسترايز يا عم، مش فارقه. دون فلاتن ديسكارد. طيب دلوقتي بقت اهيت معانا الصوره بتاعتنا بقت جراي سكيل. الجراي سكيل بعد كده احنا بنعمل جراي سكيل عشان بعد كده نحولها لبيت ماب. بعد كده هقول له ايمج تاني عشان عايزها بقى بيت ماب بقى عشان ينفع تتعمل على الشبلونه. بصوا انت لو بصيتوا هنا هتلاقي ان دي بقت بيكسل، ان دي بيكسل يعني ما ينفعش تتعمل على الشابلون. مهما عملت مش هينفع تتظبط على الشابلون. طيب انا عايز اعملها دلوقتي بيت ماب. هعمل ايه؟ هنضغط على ايمج تاني مود، وبعد كده بيت ماب. فلاتن يا عم. هنا بيقول لك انت عايز الريزوليوشن بتاعتك تبقى قد ايه. ماشي 100 بكسلز على السنتيمتر، ولا قللها شويه خليها مثلا 50 بكسل على السنتيمتر كفايه قوي. وهنختار من هنا من يوز هاف تون ولا يعني الهاف تون هو الافضل دلوقتي في الميثود. وهتقول له اوكي. هيبتدي هنا الراجل يقول لك الفريكوانسي بتاعك عايزه قد ايه، كام لاين على السنتيمتر، يعني كام خط على السنتيمتر. 53 مناسب قوي. وهنا الديجري او الدرجه. وهنا بيقول لك الشيب، انت عايز شكل البيكسل او الرسمه نفسها عايز يبقى شكلها عامل ازاي. عايزها راوند يعني مدوره، ولا دايموند شكل الماسه اللي هي 6 اضلاع دي، ولا اليبس اللي هو القطع الناقص ده، او اللي هو شبه الدايره شبه البيضه ده، ولا لاين خط، ولا سكوير اللي هو مربع، ولا كروس اللي هو علامه الزائد. فخلاص هنخليها راوند زي ما هي كده ونقول له اوكي. شايف ايه اللي حصل هنا يا جماعه؟ اتحولت اهي، بقت جميله جدا، واقدر اطبعها بقى على المكان اللي انا عايزه، وهتبتدي تطلع لي بالحاجه اللي انا عايزها. شايفين؟ طيب هي الريزوليوشن بتاعها عالي قوي، فعشان كده بتلاقوها عامله كده على الشاشه. بس لما تنطبع هتبقى عامله كده، وهتبقى شكلها حلو قوي. شايفين؟ جميل. طيب احنا كده عرفنا ازاي نعمل حاجه شبه كده. طيب انا دلوقتي مثلا معايا صوره شبه كده، صوره البنت اللي هي دي. اعمل ايه؟ هو ما يفضلش ان انت تعمل الصور دي يعني. بس افرض واحد عايز يعملها نفس الموضوع. يلا نعمل اللي احنا عملناه ده تاني. هنضغط فايل، بعد كده نيو. بعد كده هقول له يا عم انا عايزها 30 في 30، عايزها 30 سنتيمتر في 30 سنتيمتر. وهقول له الريزوليوشن بتاعك خليها 150 المره دي عشان ما تكبرش قوي، الريزوليوشن ما يبقاش كبير قوي. وهبتدي اقول له اسحب لي اللاير واحد دي اهوت، واحطها هنا. طيب هكبرها بالمقاس اللي انا عايزه. تمام، هي كده عشان تبقى في نص الشابلونه بالظبط. وهبتدي هنا امسك الاتنين دول مع بعض، الاتنين لايرز دول، وهنا واخليها في النص بالظبط، بس لما تيجي تنطبع تبقى في النص بالظبط كده. طيب هعمل ايه بقى تاني؟ يلا نراجع اللي احنا عملناه. هنضغط ايمج،
بعد كده بعد كده جراي سكيل. طيب بعد اقول له فلاتن فلاتن يا عم مفيش مشكله. طيب كده بقت جراي سكيل. طيب في حاجه حلوه قوي احنا ممكن نعملها، ممكن نزود ليفلز. شايفين يا شباب؟ ممكن الليفلز هنا نزود السواد شويه، نزود السواد شويه بحيث الصوره نفسها تطلع، خدوا بالكم ده هتطلع لون واحد فها تمام. هنمرج داون تبقى كلها واحده عفوا. طيب وبعد كده هنبتدي تاني ايمج مود، وبعد كده اقول له بيت ماب. رجع الراجل قال لك انت عايز كام بيكسل، هقول له 50 هاف تون سكرين وهقول له اوكي. هنا الراجل رجع قال لك انت عايزها ايه، راوند ولا عايز الفريكوانسي بتاعك قد ايه، كام لاين يعني على السنتيمتر، وقال لك الشيب انت عايزه ايه، راوند ولا دايموند. طب تعال نجرب المره دي دايموند كده ونشوف هيبقى شكلها عامل ازاي ونضغط اوكي. بصوا ما تتخضوش من شكلها كده، لان انتوا لو جيت عملت هنا زوم شايفين بقى عامل ازاي اهي. دي البيت ماب بتاعتنا يا شباب، شايفين اهي اهي. وتقدر تسحب تطبعها بقى وتسحبها شابلونه وهتبقى هي لون واحد. على فكره بتبقى جميله جدا يعني، مستحب ان هي، بس مش مستحب قوي ان انت تعمل حاجه شبه كده، بس يعني دي فكره للي عايز يطبقها. شكرا لحضراتكم، ما تنسوناش من اللايك والشير والسبسكرايب.